ازيكم. النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا وهو تكيسات المبيض. يعني هنتكلم على اهم النقط فيه اللي مش هتعرفيها غير من دكتور نساء وتوليد. يعني مثلا ازاي نتعامل مع الدوره اللي بتيجي كل فترات طويله جدا، او الدوره اللي بتيجي بنزيف شديد، او نعمل ايه مثلا لو مقبلين على جواز، الفتره اللي قبل الجواز، او لو انت عايزه حمل او اثناء الحمل وبعد الحمل. كل الاحتياطات دي نعمل ايه لو احنا عندنا بنعاني من مشاكل بقى زيادة هرمون الذكورة اللي بيعمل اعراض يعني مزعجة جدا لاي ست او بنت. بس قبل اي حاجة خلوني اعرفكم بنفسي. انا دكتورة ياسمين سعيد، اخصائية نساء والتوليد وعلاج تاخر الحمل. ما تنسيش تعملي مشاركة للقناة وتعملي لايك للفيديو لو استفدتي منه، ويلا بينا نبتدي. طيب خلونا الأول نعرفه كده سريعا ايه هو تكيسات المبيض ده. هو خلل في هرمونات الجسم، يعني مش خلل بس في الهرمونات المسؤولة عن التبويض والدورة والحمل والكلام ده، لا ده بيأثر في كل هرمونات الجسم. يعني بيأثر على هرمون الأنسولين بتاع السكر، بيأثر على هرمون البرولاكتين بتاع اللبن، بيأثر على كل الهرمونات تقريبا في الجسم. وهرمونات تانية أكثر تعقيدا مش عايزة أتكلم فيها يعني عشان الموضوع ما يتعقدش منا. انما هو مش مسؤول، مش بيأثر بس على الحمل والخلفة، لا ده ليه تأثيرات كتير جدا. انما التعامل معاه بسيط ان شاء الله. ممكن نسيطر عليه بمنتهى السهولة ونتجنب الاعراض الجانبية بتاعته، بس ان احنا نكون عارفين الاول ان انت مريضة تكيسات، وبالتالي نتعامل معاه بالطريقة الصح بعد كده. طيب ازاي تعرفي بقى ان انت مريضة تكيسات اصلا؟ التكيسات دي بنشخصها بعرضين من ثلاثة. حاجتين من اللي انا هقولهم دول لو عندك يبقى انت كده مريضة تكيسات، ونبتدي بقى ناخد الاحتياطات اللي هقول عليها. ايه هي العلامات الثلاثه اللي لو عندك نقول ان انت خلاص مريضه تكيسات؟ اول حاجه ان انت يكون عندك، ودي اهم حاجه طبعا، اعراض زياده هرمون الذكوره اللي هو الاندروجين. ايه بيعمل لنا اعراض؟ ايه ده بيعمل لنا؟ حبوب في الوش، لو واحده عندها حبوب شديده نبتدي نشك. واحده عندها شعر زايد في الجسم، طب في ناس بالوراثه كده عندها شعر زايد من اول ما بلغت، الشعر بتاع جسمها تقيل جدا، الطبيعي بتاعها. لا الشعر بيبقى الاول خفيف، بعد كده يبتدي يتقل ويزيد بالذات في منطقة نص الجسم كده، والدقن وجنب الوش، ويبقى شعر تقيل وسميك مش اللي انت متعودة عليه. او ان انت يكون عندك سقوط في الشعر بالذات في المنطقة الأمامية دي، ده من أعراض برضو زيادة هرمون الذكورة. دي من اهم الاعراض اللي لو موجوده عند اي واحده بنبتدي نشك ان هي عندها تكيسات. لدرجه ان في عيانين بيدخلوا عليا من اول ما يدخلوا كده العيانه واشوف المنظر الحبوب الشديد عندها في وشها، اقول لها انت مريضه تكيسات، من كتر ما الموضوع يعني بيبقى واضح. وغالبا بيبقى معاه زياده في الوزن، ويعني بتبقى شكل العيانه مميزه الى حد ما. طبعا مش كل الناس بتتفق في الاعراض بتاعه التكيسات، انما احنا هنقول الحاجات اللي على اساسها بنشخص. تاني حاجه من الاعراض اللي لو عندك يبقى كده غالبا انت مريضه تكيسات، هي ان انت دورتك بتغيب عليكي بفترات طويله جدا. يعني بتقعدي بالشهرين والثلاثه. في ناس بتقول لي انا دورتي مش منتظمه خالص، وممكن لما تسمعني بقول الكلمه دي تقول لي اه انا فعلا دورتي مش منتظمه وبتغيب عليا اسبوع. لا اسبوع دي ما تعتبرش مريضه تكيسات. مريضه التكيسات بتعاني ان الدوره بتغيب عليها بالشهور، ممكن تقعد لحد 6 اشهر ما تشوفش دوره اصلا. دي حاجه بتبقى مميزه شويه، واشهر سبب ليها هي غالبا التكيسات. او ان الدوره تكون بتجيلها مرتين في الشهر، وبتجيلها غزيره جدا، وبتجيلها بنزيف. ده برضو صوره تانية من صور اللخبطه في الدوره اللي التكيسات بتعملها. في نسبه قليله بتبقى معاها دوره منتظمه. ان احنا مش هنتكلم في النسبه دي عشان ما نلخبطش الناس. يبقى احنا عندنا كده زياده هرمون الذكوره. تاني حاجه عندنا لخبطه في الدوره، يا اما بتغيب جدا عليكي يا اما بتيجي قريبه قوي وبتيجي بنزيف شديد. تالت حاجة هي مش هنقدر انت تعرفيها في البيت، انما بتعرفها عن طريق السونار. بالتالي لو انت عندك شعر زيادة قوي في جسمك، عندك كمية شعر انت مش متعودة عليها، فجأة حصلت لك، لاحظت ان الشعر بقى يطلع تقيل وكثيف، بس ما عندكيش لخبطة في الدورة، يبقى انت كده عندك علامه من الاثنين، ولازم نروح نكشف عشان نطمن بالسونار ان انت مش مريضه تكيسات. لان لو لقينا في السونار حجم المبيض كبير وفي تكيسات، يبقى انت كده مريضه تكيسات، ونتعامل معاكي حتى لو دورتك مش ما فيهاش اللخبطه اللي انا بقول عليها. طيب انت واحده ما عندكيش اي اعراض، ما عندكيش اي حبوب ولا شعر زياده ولا اي اعراض زياده هرمون ذكوره، رغم كده دورتك بتغيب جدا، دورتك بتيجي مرتين في الشهر، يبقى انت عندك عرض واحد. مضطرين برضو نعمل السونار عشان خاطر نشوف هل هتتجمعي، تقدري تجمعي 2 من اللي احنا قلناهم ولا لا. يبقى ما نقدرش نشخص من علامه واحده. طب انت قاعده في البيت وعندك اعراض الذكوره اللي انا بقول عليها، وعندك الدوره بتغيب فترات طويله، انت غالبا كده اصلا مش من غير كشف، انت غالبا مريضه تكيسات. طيب نعمل ايه بقى في
التكيسات وازاي نتعامل معاها. طيب خلينا متفقين ان في اعراض يمكن مش بنشخص منها، انما طبعا هي حاضره وبقوه في معظم حالات التكيسات. يعني معظم حالات التكيسات بتعاني منها، زي طبعا واهمها السمنه او زياده الوزن. طب هل ايه سبب الارتباط ده وسبب ان 80% من حالات التكيسات عندها بتعاني من السمنه؟ هل السمنه هي اللي بتسبب التكيسات ولا التكيسات هي اللي بتسبب السمنه؟ الحقيقه التكيسات ممكن تسبب سمنه، لان هي طبعا بتسبب مقاومه الانسولين، بتعلي مقاومه الانسولين، وبالتالي بتسبب تراكم الدهون بالذات في منطقه البطن. طيب هل بقى زياده الوزن هي سبب التكيسات؟ الحقيقه لا، لحد دلوقتي احنا مش عارفين ايه هو سبب التكيسات، انما في ابحاث جديده بتقول ان الموضوع بيكون جيني، في الجينات بتاعتك موجود التكيسات، وزياده الوزن بتساعد على ظهور الخلل الجيني ده، وبتساعد ان الجينات دي تعبر عن نفسها ويبتدي يظهر عندك اعراض التكيسات. اذا فهي السمنه عامل مساعد لظهور التكيسات، انما انت كده كده عندك تكيسات. ده ياخدنا لنقطه مهمه جدا، ان انت التكيسات ده مش مرض مؤقت، ده مرض مزمن بيفضل معاكي الاعراض بتاعته طول فتره الخصوبه، يعني لحد ما الدوره تقطع عندك ممكن يفضل عندك نفس الاعراض. انما ممكن الاعراض تتحسن، عشان في حالات كتير بتجيلي العياده تقول لي يا دكتور الاعراض بتاعتي الحمد لله اتحسنت والدوره بتاعتي انتظمت وشايفين التبويض احسن الحمد لله، هل معنى كده ان انا خفيت؟ لا، الحقيقه ده مش معناه ان انت خفيتي، معناه ان الاعراض اتحسنت عندك الى حد ما، ممكن يحصل حمل، انما مش معناه ان انت خفيتي تماما، وممكن اي لخبطه تاني في العلاج او ان انت وزنك يزيد تاني ان احنا نرجع تاني نعاني من نفس الاعراض تاني. فبالتالي مريضه التكيسات بتتعب شويه في الالتزام بدايت ورياضه وعلاج فترات طويله، انما ده مش معناه ان هو مرض صعب وعويص، لان احنا سهل ان احنا نسيطر عليه بالالتزام بالتعليمات وبالعلاج اللي الدكتور بيكتبه لنا. الشكاوي بتكون بسبب زيادة هرمون الذكورة اللي هو شعر الزيادة وحبوب زيادة. طبعا دي حاجة جمالية أكتر، ممكن إن احنا نعالجها حاجة سطحية، إنما للأسف هتقعد ترد علينا طول ما احنا مش بنظبط الهرمونات بتاعتنا، فاحنا بالتالي محتاجين ناخد حاجات تظبط هرموناتنا الأول. ممكن تكون حاجات هرمونية زي برشام منع الحمل، أنواع معينة بتكون نتائجها أفضل، أو ناخد حاجات بتقفل المستقبلات بتاعت هرمون الذكورة، فبالتالي بتقلل شويه نمو الشعر وبتحسن شويه في الحبوب، مع طبعا علاج الجلديه في نفس الوقت. بالنسبه للبنات اللي بتغيب عليها الدوره مده طويله جدا، بتقعد بالخمس والست اشهر مش بتشوف دوره، دي يا جماعه حاجه غلط جدا، ما ينفعش. وللاسف بتفاجئ ان عيانين كتير عارفه ان هي مريضه تكيسات، ورغم كده ما تعرفش ان هي ما ينفعش تقعد المده الطويله دي ما يجيلهاش دوره. الموضوع ده لا قدر الله في المستقبل ممكن يسبب لنا اورام ويعني ندخل في حاجات بقى سيئه جدا ممكن نتجنبها بسهوله بان احنا ننزل الدوره كل 4 اشهر. يعني لو انت مريضه تكيسات دلوقتي مش عايزه حمله او مش متجوزه اصلا، بس فخلاص مش مهتمه بالدوره، رغم كده لازم ننزل الدوره كل 4 اشهر. يعني انت خلاص عديتي شهر التاني التالت يبقى لازم ناخد حاجه تنزل الدوره. لازم الدوره تنزل لنا بمعدل 4 مرات في السنه، ده الحد الادنى. طبعا ما اقدرش اتكلم عن التكيسات من غير ما تجيب سيره الرياضه. الرياضه دي حل سحري في حاله التكيسات، الرياضه دي حل لمعظم المشاكل اللي بيسببها التكيسات، وهي بتقوم بنفس مفعول الدواء اللي احنا بنديه اللي هو الميتفورمين، زي السيدوفاج والجلوكوفاج والكلام اللي اي مريضه تكيسات دي اكيد خدته قبل كده. الرياضه بتعمل نفس المفعول بتاعه، واي واحده بينزل وزنها من 5% ل 10% من وزنها بتلاقي معاها الوزن التبويض انتظم، الدوره انتظمت، مقاومه الانسولين قلت، الدنيا بتظبط معاها جدا. فبالتالي الرياضه دي حاجه قويه جدا ومهمه جدا ولازم نحافظ عليها. طيب هل جميع مرضى التكيسات هيحصل لهم تاخر في الحمل وهيحصل مشاكل ولازم تعمل حقن مجهري ولازم؟ لا طبعا، الموضوع ده درجات، ومعظم الحالات بتحمل بسهوله، وممكن تحتاج تنشيط بسيط، تحتاج تظبيط هرمونات. اهم حاجه ان هي قبل ما تقرر الحمل ان احنا نتابع مع الدكتور، ناخد حاجه تنظم هرموناتنا وبعدها ناخد التنشيط، غالبا النتائج هتبقى كويسه ان شاء الله. بالتالي في اي واحده عايزه تتجوز، يعني مقبله على الجواز وعايزه تحمل اول ما تتجوز، خلاص تبتدي تكشف حتى من قبل ما تتجوز، مش لازم تستنى ان هي خلاص اتجوزت وقاعده مستنيه ايه ده ما بيحصلش حمل ليه. انت اوريدي عارفه ان انت عندك مشكله او شاكه ان انت عندك تكيسات، نكشف من قبل الجواز ونظبط هرموناتنا بحيث على ما نتجوز تكون الدنيا متظبطه وانت والتنشيط يجيب معانا نتيجه فعاله ان شاء الله. طيب انا حملت الحمد لله يا دكتور، وعايزه في اي احتياطات اخلي بالي منها؟ الحقيقه في حاجه مهمه جدا، لو انت ماشيه على السيدوفاج او الجلوكوفاج اللي احنا قلنا عليه، طبعا معظم حالات التكيسات بتمشي عليه،
يبقى احنا اثناء الحمل لازم نكمل عليه. ايه ده؟ لا انا الدكتور وقفولي. لا، الحقيقه احنا بنحتاجه بالذات في اول 3 اشهر عشان ما يحصلش اجهاض مبكر. طبعا من مشاكل التكيسات مش بس ان هي بتاخر الحمل، ان هي بتزود فرص ان يحصل اجهاض مبكر، وان احنا ندخل في ارتفاع ضغط اثناء الحمل وحدوث سكر حمل والكلام ده. فاحنا عشان نتجنب الاجهاض المبكر بناخد الميتفورمين اللي هو الدواء اللي بيقلل امتصاص السكر ده اللي كل الحالات بتاخده. ناخده اول 3 اشهر بس، وبنفس الجرعه. طب انا ما كنتش باخده اصلا والحمد لله وحملت من غير ما احتاجه، خلاص مش هناخده. يبقى انت كده هرموناتك الحمد لله متظبطه وعندك تبويض تلقائي والتكيسات مش عامله لخبطه يعني شديده عندك، فبالتالي مش محتاجين ناخد الميتفورمين. الحالات الوحيده اللي محتاجه تاخد الجلوكوفاج او السيدوفاج في الحمل هي حالات التكيسات. يعني ما فيش اي حاله، عشان بس لو في حد بيتفرج عليا بيحصل له اجهاض متكرر او اجهاض مبكر او كده تقول اخد انا كمان الميتفورمين. لا، هو مفيد بس في حالات التكيسات، بيقلل نسب الاجهاض في حالات التكيسات بس. طيب الحمد لله يا دكتور، انا حملت وولدت، وفي اي احتياطات اخلي بالي منها اثناء فتره الرضاعه؟ الحقيقه ايوه، في حاجه مهمه. لو انت مش عايزه تحملي على طول يبقى نستخدم وسيله. ازاي يا دكتور؟ ده انا حملت اول مره بمنشطات وحقن، ويعني حملت بمنتهى الصعوبه. الحقيقه ان الفتره اللي بعد الولاده في التكيسات بالذات هي اكتر فتره خصوبه. يعني انت ممكن تحملي بمنتهى السهوله في اول 6 اشهر لو انت الدوره رجعت لك، طبعا مش بترضعي نضيف. ممكن تحملي في اول 6 اشهر بعد الولاده. حتى لو انت حملتي اول مره بمنتهى الصعوبه، تاني حمل بالنسبه لك هيكون سهل جدا لو انت في يعني حصل في اول 6 اشهر بعد الولاده. عشان كده انا بنصح اي حاله ولدت لسه والده وكانت مريضه تكيسات واخده تنشيط والكلام ده، لو هي مش عايزه مسافات كبيره بين الحمل والتاني، ان هي خلاص تسيب نفسها وهيحصل الحمل في خلال اول 6 شهور غالبا لو هي ما خدتش وسيله. انما لو هي خدت وسيله مثلا ركبت لولب وفضلت قاعده سنتين، غالبا هتبتدي المشوار تاني من اول، وغالبا هنبتدي ناخد منشطات تاني لما تحب تحمل. طبعا ما حدش بيحب الفرق القصير ده يعني كتير. فمعظم الحالات بتفضل ان هي تاخد وسيله بعد اول حمل. انما في حالات بتبقى عايزه خلاص بدل ما اقعد اعاني تاني واخد منشطات من اول وجديد، فانا اسيب نفسي واحمل خلال اول 6 شهور افضل. اخر حاجه ان مرض التكيسات ده هو فعلا مرض معقد جدا وبيتداخل مع كل الانظمه والهرمونات في الجسم. انما رغم كده هو مرض بسيط ونقدر نسيطر عليه بمنتهى السهوله، ويعني مش هيعمل لك ان شاء الله مشاكل عويصه طالما هو دايما تحت السيطره ودايما متابعينه ودايما بنعمل الاحتياطات بتاعتنا. مش هيعمل ان شاء الله اي مشاكل مزمنه او يدخلنا في سكر او يدخلنا في امراض اورام لا قدر الله. فدي اهميه ان احنا نتابع مع دكتور ونكون فاهمين المرض اللي عندنا كويس وايه اسباب الاعراض اللي بيسببها لنا والمشاكل اللي بيسببها عشان خاطر نقدر نتجنب المشاكل دي. في اخر الفيديو اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا منه. لو عندكم اي اسئله اكتبوا لي في الكومنتات وانا ارد عليكم. وما تنسوش تعملوا متابعه للقناه وتعملوا لايك للفيديو لو استفدتوا. انا دكتوره ياسمين سعيد.